الوجبة دي من الوجبات المميزة بالنسبة لي. لو كنتوا مستعجلين وحابين تاكلوا أكلة حلوة وما عندكوش وقت ولا مجهود يبقى لازم تشوفوا الفيديو. استخدمت الوراك المخلية وتبلتها الأول بتتبيلة كده بسيطة، عبارة عن ملح وفلفل أسود وبابريكا وبصل باودر وتوم باودر، وحطيت كمان شوية من الروزماري الباودر، هيديها طعم حلو قوي متنكه كده بالأعشاب ومش هيكون ممرر قوي، ما تقلقوش. هحط كمان خل بلسمك، هو ده المادة السائلة اللي هتكون في التتبيلة، هيديها لون وطعم حلو جدا في الشوي. هقلب بقى كل الفراخ دي في التتبيلة كده زي ما انتم شايفين من ناحيتين، وهخليها في التلاجة لغاية لما نعمل مكرونة. تقدروا تستخدموا نوع المكرونة اللي تفضلوه، انا استخدمت النوع البني. وبعد ما سلقتها هجهز بقى الصوص. في حلة على النار هحط معلقة من السمنة او معلقة من الزبدة زي ما تحبوا. للصلصة بقى انا بستخدم الصلصة الجاهزة، صلصة البيتزا او صلصة المكرونة، مش صلصة الطماطم، لان صلصة البيتزا او المكرونة بتكون متنكهة بالاعشاب، بالريحان والزعتر والروزماري والثوم والبصل، بتكون طعمها مميز جدا مع المكرونة. ضفت عليها مكعبات من المشروم الفريش وهقلبهم مع بعض، وطبعا مش هنضيف اي توابل لان هي اوريدي الصلصة عليها التوابل بتاعتها. ولما الصوص يغلي كده شوية هنزل بقى بالمكرونة المسلوقة وهقلبها كويس مع بعض عشان تتغلف كلها بالصوص، وهخليها على نار هادية لمدة تقريبا 7 دقايق وكده هتكون جاهزة. نرجع بقى للفراخ اللي تبلناها، وهجيب جريل هنا على النار، او ممكن تستخدموا طاسة او ممكن شواية كهربائية اللي تفضلوه او المتاح عندكم. ولما تسخن كده بدون اي مواد دهنية، هي اوريدي بتكون الوراك اصلا دسمة، هحطها الاول على الناحية اللي كان عليها الجلد، واول ما تبدأ كان هي تتماسك هقلبها بقى على الناحية التانية وهخليها تستوي من ناحيتين لغاية لما تاخد اللون الحلو وتكون كده مشوية بالشكل ده، وكده هتكون جاهزة وهطلعها. في نفس الجريل او في نفس الطاسة اللي استخدمتها هشوي بقى شوية من قطع المشروم متقطع كده كبير، لان هو اوريدي اصلا حجمه بيصغر، وعشان يدبل بسرعة هحط عليه رشة من الملح والفلفل الاسود. لما يبدأ كده ان هو يدبل هحط مكعب من الزبدة وهقلبهم مع بعض لغاية لما يستوي تماما ويبقى كده جاهز. في نفس برضو الجريل هحط شوية من زيت الزيتون وقطع من المكعبات البصل والفلفل الألوان، وهعملهم كده سوتيه مع زيت الزيتون ويتشووا هيبقوا بالشكل الجميل ده. كده الوجبة بتكون جاهزة. ضفت شوية من صوص الباربيكيو مع الفراخ دي، بتكون لايقة عليها جدا وماتشنج مع بعض. لازم تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم.